شاب مصري حاول يدخل الأهرامات بالعلم المصري، فقالوا له ممنوع حمل اللافتات والأعلام والكلام دوت كله، فممنوع. فحصلت مشادة ما بينه وما بين الناس اللي كانت بتكلمه، والقلنا والقالوا والرحنا والراحوا، وحصلت المشادة، وفي الآخر ها دخل بالعلم وتصور بالعلم على الحصان وكل الكلام ده. بعد كده الموضوع كبر جدا ونزل على الجزيرة ونزل على قنوات كتير جدا، وقالوا ازاي احنا نبقى في بلدنا وممنوعين من رفع العلم بتاعنا في بلدنا. وزارة السياحة قامت ردت الناحية التانية، قالت لك هو اصلا مش ممنوع العلم، هو ممنوع شيل اي اعلام او لافتات بشكل عام الا اذا بتنسيق. من الاخر يعني اللي هو ممنوع اصلا اي اعلام. انت ما تيجي تروح تنسق يعني هيصعبوا لك الدنيا، فانت خلينا صراحه مع بعض، انت مش هترفع اي اعلام ولا اي لافتات. المهم كلمه منكم كلمه منا، كلمه من هنا وكلمه من هنا، والقلنا والقالوا والرحنا والراحوا. قام قالوا خلاص احنا بنعمل استثناء للعلم المصري، للحاله بتاعت العلم المصري ومكانته معاه، والعلم المصري ايه هيترفع جوه المكان. طيب التعليقات كانت بصراحه يا جماعه، في تعليقات كانت مش حلوه يعني من الناس، وتناولوا الموضوع بصوره مش احترافيه. وفي قنوات انا لقيتها برضو ماشيه مع الموضوع من غير ما تتكلم في الموضوع بصوره احترافيه، وقعدوا يقولوا بلدنا اتباعت، احنا هناخد تأشيرة عشان ندخل بلدنا، واحنا حاجات سخيفة. هو اصلا اساس الموضوع ده اللي هو خلاص انا مش طرف فيه، ما تدخلنيش في الموضوع، انا بدردش معاك كجزء من القلنا والقالوا والرحنا والراحوا، ما تدخلنيش في الموضوع. بس الفكرة ان مصر عليها العين والللي من زمان. ليه عليها العين والللي؟ يعني حركه زي الاعلام دي مصر منع كل الاعلام، يعني في المناطق السياحيه ممنوع يا عم الاعلام كلها، الا اذا انت تقول لي انت داخل تعمل ايه بالعلم. غير كده لو فتحت الاعلام هتلاقي بقى واحد فارش لك على الاهرامات علم امريكا، وبعد كده اخد الفيديو فويس اوفر ياخده مثلا في بلده ويقول لك احنا بنات الاهرام. هتلاقي بقى ناس افارقه عامله لك لافته، ما هي اعلام ولافتات، فرشها لك على هرم، فرشها لك عند معرفش ايه، على موميا، على اي حاجه، علم الارجنتين، علم اسرائيل. انت بيجي لك ناس من دول كتير، هتلاقي اعلام كتير. فانت اما هتيجي تقول له ايه ممنوع، فيقول لك ازاي ممنوع، ما انت علم بلدك بترفعه، تقول له لا انا مانع كل اللافتات. انما دلوقتي انت مثلا سامح بالعلم المصري، فهيجي واحد يرفع علم الامارات، فانت تخش تقول له ممنوع ترفع العلم، هيقول لك ليه يا عم ما انت العلم المصري اهو، يقول لك لا عادي العلم المصري لا عادي، يقول لك لا خلاص انا مش هنزل العلم بتاعي، تقوم انت شادد منه العلم، هوب تلاقي في ناس ركبت على الموضوع، هوب خبر، هوب ضربت لك السياحه، هوب ما اعرفش ايه. بس تيجي انت بقى في واحد بيقول ايه، الشاب اللي هو عمل المشكله قال لك العلم المصري بتاعنا يترفع جوه وبره. لا، ما انت هنا بقى بره، طالما انت منعت اعلام دول تانية اللي هي تترفع عندك، لما انت تطلع بره وترفع علم بلدك في اي حتة هيتشد منك العلم عادي، مش هتقدر تقول حاجة. تمام؟ زي ما كان بيحصل في علم فلسطين، تلاقي علم اسرائيل مرفوع وعلم فلسطين حد يجي يرفعه يقوم شادينه منه. هو ده اللي هيحصل. فانا ما تدخلنيش في الموضوع، انا بقول لك ابعاد الموضوع، انا بقول لك ابعاد الموضوع. وزاره السياحه لو انت كنت عايزه مثلا تمنعي الاعلام، اشرحي للناس، او مثلا حد بالنيابه عنك يشرح للناس، او حد يطلع في التلفزيون يشرح للناس إيه احنا بنحصل كذا، ففي لافتات، في ناس هترفع تدعم ما اعرفش جهه ايه، وترفع لافتات تدعم ايه، ما انت فتحت الموضوع، فاحنا مانعين كل حاجه. فاما يجي انت طالما مانع كل حاجه، فيجي واحد يرفع علم مثلا الارجنتين وهيفرشه لك ويكتب لك عليه ميسي وايجيبت خسرت، لافته مع علم، فانت هتقول له ده ممنوع. مش هيقدر يقول لك ازاي ما انت سامح بالعلم المصري، هتقول له لا انا علم مصري مش علم مصري، طالما في مكان سياحي ده ممنوع، انا مانع كل اللافتات ومانع كل الاعلام. انما احنا دلوقتي انا بفهمك ايه اللي هيحصل، عشان في دوله معينه وفي جهات معينه بتبقى قاعده مستنيه، انت كده رميت له السناره خلاص، فهو هيدخل فيها خلاص على طول، فهو هيبقى قاعد مستني. هتلاقي بقى واحد رافع لك علم السعوديه، فانت هتقول له ممنوع، فهيقول لك ليه ما العلم المصري مسموح. واحد هيرفع لك علم الامارات وهيوقعك في الاماراتيين، واحد هيرفع لك علم امريكا ويوقعك في الصفحات الامريكيه والصفحات اللي خاصه بالسياحه والكلام ده. فده الناتج بتاعه. تمام؟ في مشاكل اكتر في الهرم على فكره، يعني هو في مشاكل اهم من كده في الهرم. عادي يا باشا امنع العلم، حط العلم، امنع الاعلام كلها، اسمح بالاعلام كلها، ده مش موضوعي، انا بكلمك في بعد حاجه، ما تدخلنيش في الموضوع، ما تدخلنيش في الموضوع عشان انا لابس بني، انا لابس بني النهارده. ففي حاجات بقى اهم، الحاجات الاهم يا جماعه، لما رحت هناك لقيت في ناس على حصنه اسلوبها زي الزفت، يعني مش مؤهله اللي هي تتعامل في السياحه خالص. ناس موجوده لبسها زي الزفت، زي الزفت برضو بسبب ان الاسعار الهدوم عليها جمرك، انت بلد سياحيه، انت ما ينفعش هدومك تبقى معفنه ولا عربياتك اللي ماشيه في الشارع تبقى معفنه، الحاجات دي غاليه، الناس مش عارفه تجيبها بسبب اللي عليها جمرك غالي جدا، فالناس بقى هدومها خلاص مهما
يا اخي ده انا دخلت مكان في كارفور، محل براندين كبار جدا، قلت لهم يا جماعه الهدوم دي مستعمله، الهدوم دي انا بشوفها هنا في امريكا في جمعيات خيريه، استحاله تكون هدوم جديده، وارقام 2000 جنيه 3000 جنيه قلت لهم ده كده ايه ده ايه ده؟ فاهمني؟ فانت الجمرك بسبب ان هو غالي فالناس لابسه مش حلو، الجمرك بسبب ان هو على السيارات غالي جدا فالناس مش عارفه تجيب عربيات، فبيجيبوا اي حاجه تمشي تلاقي العربيات ماشيه ايه، نوبيرا كلها، البلد كلها نوبيرا، البلد كلها نوبيرا. ما ده غلط. اسلوب الناس مع الاجانب غلط، الناس اللي جوه اللي بتتعامل بالخيل والحاجات دي غلط. يعني ده مش ده مكان تاريخي، اعظم مكان تاريخي على كوكب الارض، ففي حاجات تانية مهمة. انا قلت اغطي لك الموضوع لان الموضوع ده هيبقى ليه ابعاد، فانت تبقى مستعد للابعاد عشان تبقى فاهم. ووزارة السياحة اما اخذت الخطوة بمنع اللافتات ما كانش فيه توضيح من زمان، يعني مش مشروح على السوشيال ميديا ولا الاعلام، فهو دلوقتي الصورة واضحة عند الناس. براحتكم اعملوا اللي انتوا عاوزينه، بس انا بفهمك ان الحركه دي اللي انت هتسمح بالعلم المصري فقط، تمام، ليها توابع هتشوفها على السوشيال ميديا، وهتشوف العلم المصري بتاعك وهو بيتمنع في بلاد تانية تحت بند انتوا مانعين اعلام بلادنا تترفع في بلدكم. فده هتشوفه وانت بتستقبل الخبر تبقى فاهم ابعاد الموضوع، بس كده.